التكييف شغال. الاول الف سلام عليك. اسمك ايه بقى؟ انا عايزك تعلي صوتك شويه عشان ياسر احمد عبد الباسط. ياسر احمد عبد الباسط. شغال ايه يا ياسر؟ خراط. عندك كام سنه؟ 25 سنه. ايه اللي حصل لك؟ ايه اللي انت فيه ده؟ مفيش انا بس حته اسمها ابو سير في الجيزه. ابو سير. ركبت على موقف العاشر. ايوه. نزلت من موقف العاشر ركبت على مشية نصر، رجعت على شغلي. ايوه. شغال في مشية نصر خراط في ورشه. اه. ركبت جينا قبل ميدان الرابعة. أيوه. السواق قال الطريق مقفول، معلش انزلوا كملوا الحتة دي مشي، هتعدوا الناحية التانية هتلاقوا عربيات منشية. نزلت مع ركاب ومشيت، نزل معايا شاب من سني كده كله كان بيعدي بالبطايق، فتش إلا أنا وهو دخلنا على طول من غير ما يتفتش ولا نسألنا على البطاقة ولا أي حاجة. يعني عديته خلسه كده يعني ولا ايه؟ عادي، أنا مشيت معاه عادي. محدش وقفكم؟ محدش قال لكم بطايق؟ محدش قال لكم حاجه؟ ما اعرفش ان بيدققوا على بطايق، كان اول مره اخش. بس فدخلت معاه لقيتهم بيهتفوا يقولوا لي اسكت حكم العسكر. الكلام ده حصل امتى يا اسطى؟ اول امبارح. اول امبارح كانت الساعه كام يعني؟ كان حوالي الساعه 10 الصبح. يعني اول امبارح ده اللي هو كان يوم 31/7. كان يوم ايه؟ لا كان يوم ايه يعني النهارده مثلا؟ يعني كان يوم ايه انت لو تفتكر؟ كان يوم ايه في الايام؟ اسمه ايه؟ 3 او 4. تمام. كمل. بس فنزلت دخلت معاه على اساس نعدي الناحيه التانيه. لقيتهم بيهتفوا يسقط حكم العسكر. قلت له الناس دي جعله، الجيش بيحمينا مش بيحكمنا. تمام. قال لي انت مالكش دعوه بالكلام ده. قلت رايح فين؟ قلت له انا هعدي الناحيه التانيه عشان اركب على المنشيه. قال لي فاطر ولا صايم؟ قلت له لا فاطر عشان شغلتي تقيله ما بقدرش اصوم. قال لي ماشي تعالى نشرب شاي. دخلنا على خيمه قبل البنزيمه ناحيه المنصه. دخلت لقيت ناس شيوخ كم واحد برضك شباب. وهو سابني حوالي دقيقة بالظبط ورجع لي تاني. قعدوا قدامي لقيتهم راح جايين من ورا واحد مغني نزلوا ضرب فيا وقالوا لي انت مين؟ بعتك الجيش ولا الشرطة؟ كده من غير ما يعرفك ولا يسألك على بطاقة ولا حاجة؟ خد كل حاجة بعد ما خد كل حاجة. يعني هو الأول فتشني، خد البطاقة وخد التليفون وخد كل حاجة. وخد على اخواتي وهددني ان انا لو قلت حاجة هجيب اخواتي، واخواتي دول بنات متجوزين. مع الضرب والتعذيب خلوني قلت على وينهم واديتهم ارقام تليفوناتهم كمان. طيب هو اللي كتفك ده كتفك ازاي؟ احكي لي بس بالراحه كده. انا عارف، انا اسف ان انا هرهقك معايا، يعني انا شايف كميه الجروح واللي انت فيه ده، بس احكي لي بالظبط يعني مسكك ازاي وايدك ازاي؟ لا انت عارف في الارض وقعد الشاب اللي دخل معايا قدامي. قال لكم اقعدوا. قال السلام يلا نخش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قعدنا على اساس ان احنا هيجيب لنا الشاي. قال لي هخش اطلب شاي. يقول لي جه قعدوا قدامي. خش اطلب شاي؟ يعني هو الناس هناك كانت التوقيت ده قبل فطار، يعني هم فاطرين مسموح ان تشرب شاي وتشرب حاجه؟ كل حاجه. تمام. اللي انا شفته يعني في الوقت ده كل حاجه. تمام. ولا اعرفوا حلال من حرام اصلا. طيب كمل لي بس الاول ده اللي اعتدى عليك ازاي؟ وانا قاعد مع الراجل لقيت لفه من ورا. ايوه. اول حاجه بدأ تمسك ايديا كتفت من الخلف. بعد كده اول ما لقوا صوت عياله راحوا حاطين لزق على بقي. لزق؟ كم واحد بقى؟ كتور، مش اكتر من 6 أو 7، وغير اللي كان بيجي بعد كده بيضرب ويمشي. في انهي منطقه تحديدا؟ يعني عند المنصه قدام الجامع مثلا؟ في بلزيمه قبل المنصه. من ناحيه الجامع الرابعه العربيه. تمام. قبل البلزيمه دي بحوالي 20 متر. تمام. خيمه وانت رايح على المنصه من ناحيه طريق العاشر على ايدك اليمين. تمام. في وسط خيم. ايوه انا عايزك توصف لي كده بالظبط تحديدا. جامع ماير. تمام. تقريبا ما لفتش نظرك يافطه مكتوب على عماره، شركه، مكتب، حاجه كده يعني؟ اي علامه مميزه؟ مجرد ما دخلت الخيمه ما شفتش الشارع تاني غير وانا متغمي، غير بعد ما اترميت. الناس جابتني. تمام. هم فضلوا تعذيب فيا وحاولوا يستجوبوني على حاجات، يسالوني انت الجيش ولا الشرطه اللي بعتك؟ ماشي. قلت لهم ولا الجيش ولا الشرطه اللي بعتني، انا معدي رايح شغلي. بس وفجأة اللي كان معايا ده اختفى اصلا، ما شفتوش تاني. وفضلت على كده 3 ايام ولا اكل ولا شرب، ميه بس. وتعذيب. كانوا مأيدينك ازاي؟
ايديا خلف ورجليا بحبل يعني ولا بكلبش ولا بايه؟ حبل غسيل. حبل غسيل. تمام. اصابته معلمه في ايديا. تمام. في رجليا. تمام. بس فضلوا بقى ينزلوا يضربوك، كل شويه واحد يخش يضربك. بيضربك بايه بقى؟ بيضربك بايد ولا بيضربك بآلة؟ في اللي بيضرب بايد، في اللي بيضرب بماسوره حديد، وفي اللي بيضرب يعني كان بيضربك في جميع انحاء جسمك؟ جميع انحاء. انت في اصابات تاني انا شايف تحت هدومك في اصابات؟ طب بعد اذن حضرتك كده ممكن؟ قرب الكاميرا شويه يا محمد. معلش انا اسف يعني. تمام. في اثار تعذيب تاني في ظهرك؟ تمام. ايوه كمل ياسر. المهم لما ملقوش بقى ولقينا مصمم على اقوال انها ولا تبع جيش ولا شرطه. تمام. اتصل، جاله تليفون يا ريس. ما عرفش اي حد من اساميهم؟ ما سمعتش اي اسم؟ ما بيتعاملوش غير بكلمه يا ريس. يا ريس. تمام. اخر حاجه سمعتها مكالمه تليفون جات لي، يا ريس الجثه استوت. قال له العصر. وسمعت بقى ما عرفش بقى ان هم يمشونا. اتاري قال له بقى ان هم ايه. المهم راحوا مغميني برضك زي ما انا. وحطوا على دماغي مصليه واتلموا حوالين مني وخرجوني لحد عربيه. ماشي. بعد كده نزلوا في ضرب، ما قدرتش بنفسي غير وانا مرمي في حلوان وسط مصانع. العربيه دي تبعهم يعني؟ اكيد. طب كان شكلها ايه العربيه؟ ما شفتهاش؟ ان انا كنت متغمي. تمام. اللي جابوني يعني ما حسيتش ان هي مثلا عربيه ملاكي، عربيه واطيه يعني، على ما اظن ملاكي لان واطيه، الميكروباص بيبقى عالي. فانا فشلتي كانت واطيه. اترميت في الكنبه اللي ورا وقاعده حوالين مني. بعد كده نزلوا فيها ضرب طول الطريق. اغمى عليا، ما قدرتش بنفسي غير وانا وسط المصانع. جم عساكر بتوع الجيش راحوا مبلغين الاسعاف. جت خدتني وجابتني على المستشفى. وده كل اللي حصل. طيب ما طلبوش منك طلبات يعني ما عرفتش مثلا من اصواتهم او اللي كانوا بيتكلموا عليك ليه التعذيب يعني كانوا بيقولوا عليك ايه مثلا؟ شايفين ان انت مثلا دسيسه عليهم بتنقل اخبارهم يعني؟ فهمني اشرح لي كده. هم من كلامهم ان هم انت تبع الجيش ولا الشرطه، ان انا جاي اتجسس عليهم. اعرف مثلا عددهم، اعرف بيعملوا ايه، اعرف بيتفقوا ايه. فضلوا هم كلهم يقولوا لي الكلام ده، انت جاي تعرف كذا، انت جاي تعرف كذا. اكيد الكلام ده حصل وانت مش متغني يعني. لما بتشوفوا خطوه بتوعتك المفروض ان هم شافوا بتوعتك مكتوب فيها خراط ولا مش مكتوب فيها مهنه؟ مش مكتوب فيها بلا مهنه كده مكتوب عامل عادي. ان انا لسه خلصان عليك. بس طبعا حتى لو ماشي بقول لهم طب انت حتى البطاقه. قالوا لي لو سالت في اي حاجه مش هتمشي، تختار. قلت لهم مش عايز حاجه. خدوا تليفوني وفلوسي وورقي كله ومقسم من جوازي كل حاجتي وفي المحفظه خدوها. انا ماشي. فضلوا بقى يضربوا فيها لحد ما ركبوا العربيه، وبعد ما ركبت العربيه اغمى عليا من كتر الضرب. ما قدرتش بنفسي غير وانا وسط كام عسكري كده. جم بلغوا الاسعاف وجت خدتني يعني. بس هو ده كل حاجه. انت ساكن فين يا ياسر؟ انا اساسا قاعد عند اختي في ابو سير. فحاليا كنت شغال في المنشيه، بشتغل في المنشيه، بنزل كل يوم. يعني انت مش من اهل حلوان؟ لا خالص. يعني انت اتفاجئت ان انت مرمي في حلوان؟ اتفاجئت ان انا مرمي في حلوان في وسط مصانع. حته وسط ما فيهاش حد خالص. مقطوعه ما فيهاش غير عساكر اللي هم حارسين، عساكر القوات المسلحه. استاذنك بس لف دماغك كده شويه. ياسر كمل. العساكر دي من حواليا وراحوا مبلغين الاسعاف. قالوا لي في عربيه قبل الفطار جت رميتك وجريت. جينا نجري عليك. ما شافوش شكل العربيه العساكر دي؟ يعني هم شافوا عربيه جت رميتك ما يعرفوش اوصافها؟ ما يعرفوش العربيه. وبعدين ما خرجنا كان في العربيه ظاهر. وانا خرجنا يعني هم سمعوا الصوت ان في عربيه؟ سمعوا الصوت ان في عربيه. بس فقالوا لي طلعنا لقيناك انت مرمي، ما بصيناش جرينا عليك انت. ما بصيناش على حاجه. الشرطه سالتهم نمر عربيه، لون عربيه، الكلام ده. قالوا اتبعنا كله ان هو لقيناه واقع ومرمي. جسمي طبعا كان ظاهر، رجلي كانت ورمه قوي. ودراعي التاني برضك زي ده كده. وصلت كان ظاهر وكان طبعا شافوا المنظر ده ما فكروش ان هم يبصوا على العربيه ولا اي حاجه. انما انت ما قدرتش تشوف وش ولا واحد من اللي كان بيكلمه؟ ما شالوش الكمامه غير وهم بيحدفوني على ما اظن من العربيه.
ما شافوش الكمامة من على عيني ولا من على بقي غير وانا بحلف على العربية. طب انت ايه في اصابات تاني في جميع يعني في حتت تانية في جسمك؟ جسمي كله. في جسمك كله. طب يعني في اصابات في الظهر بقى باينه؟ الظهر الصدر. طب احنا بعد اذنك ممكن حتى لو ننقلك كده يعني نحركك كده شويه بعد اذنك الكاميرا بس تاخد الاصابه. مش لازم عشان هو تعبان. عشان في كسرات كتير قوي في جسمي ما بقدرش اتحرك. كسورات. يعني انت حاسس بايه مكسور في جسمك تاني غير رجلك؟ دراعي ده برضه. ودماغي حاسس فيها بضحك كتير قوي. كان في حد بيتعذب معاك يا ياسر هناك تاني؟ ايوه، انا لما جيت اتكلم معاه فكرني حتى انا ما قلتش للشرطه على الكلام ده. ايوه. كان في ناس تاني معايا فعلا. ايوه. انت سامع اصوات ناس تانية بتتعذب جنب منك؟ بتتضرب زي بالظبط. في نفس الخيمه؟ في نفس الخيمه. يعني انا في الثلاث ايام دول شفت شابين معايا. واحد تقريبا كان شفت ولا سمعت؟ لا سمعت مش شفت. ما هو انا شفت. لا شفت. لا انا عامه على فكره من اول ما دخلت الخيمه ما شفتش حاجه تاني في رابعه العدويه. طيب كلها اصوات رجالي اللي كانت بتتعذب معاك؟ مفيش اصوات حريمي ولا حاجه؟ اصوات رجالي ان هو من المنصوره تقريبا واحد. والكلام ده بس. ما سمعتش اساميهم؟ لا سمعت اسمي اللي هو واحد. اللي هو كان معايا النهارده. اسمه رفاعي. رفاعي ايه؟ انا اتذكر الاسم قدامي بس مش ما عندكش خلفيه هو شغال ايه؟ هو لسه متواجد هناك لغايه دلوقتي؟ هو خدوني انا وسابوه في الخيمه. سابوه في الخيمه. ما عندكش خلفيه هو شغال ايه ولا منين من المنصوره؟ لا هو قال ان هو نقاش تقريبا. نقاش. وقال ان هو من المنصوره. هو قال اسمه الثلاثي قدامي بس انا مش متذكر الاسم ده. مع الضرب وكده. طبعا هم كانوا سووني انا لما جم بقى نزلوا على التاني. ركنوني بقى على جنب وانا متغمى ومربوط. يسكتوا شويه وينزلوا يضربوا عليا. تمام. يسكتوا ينزلوا برضك يضربوا. ناس تخش تاني برضك تخش وتضرب وتمشي. تعالى سلم عليه. السلام ده بقى يكشروا ربنا. تعالى سلم عليه. يعني انه يأمره بضربك تعالى سلم عليه. ايش يا الصورة؟ الف سلام عليك. الف سلام عليك. الف سلام عليك. ياسر محمد الفيديو خدوا كام صوره